السلام عليكم البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا كامل ملاح. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. راح ندير لكم خبز المنفوخ قراف بنين بزاف هايل اقتصادي. مقادير تاعو جد بسيطه وراح يجيكم فارغ من داخل كما راكم تشوفوا. انا هنايا درتو فاخسي بالماريناد. لا فيديو الجاي ان شاء الله ندير لكم الماريناد، وإلا حبيتوا لا فيديو كومبلي تقدروا تلقاوه في اليوتيوب عندي الوصفه كامله. اني حطيت لكم من تحت لوليان تاع الرابط تاع القناه. مرحبا بكم كامل. دوكا نروحوا طريقه التحضير. عندي هنايا كاس حليب، انا هذا الكاس قطع لي 8 خبزات. كاس ماء دافي كما راكم تشوفوا، مغرف كبيره تاع سكر، مغرف كبيره تاع خميره تاع الخبز، ومغرف صغيره خميره كيميائيه يعني تاع الحلوى. زدت له هنايا كاس تاع الدقيق يكون هايل، انا استعملت ماما نوعيه بزاف هايله، نوعيه جيده. نخلطوا كامل بالفوي، نغطوا ونخلوهم يريحوا 10 دقائق. بعد 10 دقائق البنات بالمغرف تاع هكذا تاع الحطب نهبطوا الخميره مليح، يعني الخليط هذاك نهبطوا. هنايا درت كيما راكم تشوفوا 3 كيسان فارينه على حسب النوعيه تاع الفارينه، دوك تفهموا. هنايا درت الملح اللي تاكل المسوس ولا اللي مريض بشفى عليه ما ياكلش الملح يقدر يستغنى عليه. نبقى هكذا بالمغرف دائما ونخلط. انا هنا الفارينه تاعي ما تشربش، زدت لها 2 ملاعق باش لاباط تاعي تتلايم لي. ندخلوا ديك الفارينه مليح، ندلكوها حوالي 2 دقائق. هنا قلت لكم الفارينه تاعي ما تشرب ليش. ادلكتو حوالي 2 دقائق فقط. لاباط تاعنا تولي ليس، ما تتلصقش في اليدين بزاف. نديروها تخمر كما راكم تشوفوا. الخطوه ضروريه جدا، نديروا مغرف هكذايا تاع الفارينه نهبطوها بالدبزه فقط، يعني نديروا الدبزه تاعنا في لاباط تدي غازنا نحوها كما راكم تشوفوا. نديروا خبيزه هكايا العجينه مدوره ونقطعوها بهذا الشكل. هنايا كما قلت لكم قطعت لي 8 خبزات. نديروا عجينات هكذا صغار، يعني كيما حنا نقولوا ندوروهم على شكل دائره. نرشوا الدقيق تاعنا ونرمدوهم في الدقيق كذلك. نزيدوا هنايا وحده امامكم، نزيدوا نقرصوها بهذه الطريقه. هنايا شوفوا البنات بعد ما كملت نغطيوها ونخلوها 10 دقائق. بعد 10 دقائق البنات شوفوا نبداو بالخبزه الاولى. رشيت الدقيق كما شفتوا، نبسط العجينه شويه هكذا بيديه ونفتحوا بالحلال. دوك نوري لكم السمك كيفاش يجي. نهاوليك السمك البنات. نديروهم في سنيوه بالطرشونه وتكون ثانيك رشين الدقيق تاعنا. هارام ليك. نزيدوا هنايا نكمل حباتي كامل نفتحهم. اذا حبيتوا صغار البنات تقدروا ديروا تصغروا في العجينه. فوالا انا درت 8، نتوما تقدروا ديروا على حساب الكبر اللي حبيتوه. والسر اللي راح ينجح لكم الخبز، ابقاو تقلبوا فيه عشاك فوا تقلبوا، ما تخلوش حتى طيب من تحت، ماهوش راح يطلع لكم. شوفوا البنات كيفاش راهو يطلع ما شاء الله. بزاف هايل هذا الخبز، ننصحكم تجربوه. ديروه في رمضان هكذا مع شريبه. تقدروا ديروه فاخسي كما انا درت. نتمنى برك تعجبكم الوصفه وتجربوها. اذا حبيتوا مرحبا بكم في لاشين، كاين بزاف دي غوسيت بزاف هايلين. هذه الخبزه دوزيام نبقاو هكذا كما راكم تشوفوا ونقلبوا. درتها في مقله تكون سخونه، ما يعني اذا ما كانش ما حبيتش ديرها في الطاجين ديريها في المقله كما انا بالخف راهي رايحه توجد لك. شوفوا البنات هنايا راهو يطلع لي ما شاء الله. شوفوا كيفاش راهو يطلع، الله الله. نتمنى برك كيما راني هبلتكم سمحوا لي، ولكن جربوه بزاف هايل. وسورتو الماريناد اللي راح نديرها لكم في الفيديو الجاي هكا باش ما يكونش فيديو طويل و اكو تعرفوا. شوفوا البنات هنا بعد ما كملتهم دوك كي نفتح حبه واحده امامكم راح يجيكم فارغ من الداخل. هنايا شوفوا البنات فتحتوا، شوفوا كيفاش يعني الصوره تعبر. هنايا كنت راح نفاقسيه من فيديو قادم ان شاء الله. هنايا كنت فاقسيتو، وهذا هو الخبز تاعنا. نتمنى يكون عجبكم. نقول لكم مرحبا بكم كامل عندي في وصفه قادمه ان شاء الله. سلام البنات.